لو شخص انت بتحبه ومشى من حياتك بدون سبب وسابك وسط دوامه من الافكار والتساؤلات، تتصرف ازاي في الموقف ده؟ هو الموضوع ليه احتمالين. الاحتمال الاول ان هو فعلا كان بيحبك بس مع الوقت بدا يضمن وجودك علشان اصرارك انك تكون جنبه، يعني انت ما عملتش كنترول على تعلقك واحتياجك الشديد ليه، فده انعكس على ضغط وزن منك تجاهه، فده اللي خلاه يفقد الشغف بالتدريج ان هو يكون معاك في العلاقه دي، وبدات تتبنى قناعه جوه عقله الباطن ان انت كده كده موجود مهما عدى وقت، مهما سابك، مهما عمل معاك ايه، انت هتفضل لازق له، لحد ما لقى نفسه وصل للدرجة اللي هو ممكن يسيبك فيها عادي من غير ما يقول لك، علشان هو مش حاسس ان هو بيعمل كارثة. الاحتمال التاني ان هو اصلا ما كانش بيحبك من البداية، ولكن كان بيتعامل معاك على حسب احتياجاته النفسية والعاطفية، يعني بيقرب منك وبيتكلم بمنتهى الحب والرومانسية لما يكون هو محتاج الرومانسية دي، فبناء على تقلباته النفسية في مرحلة لقى نفسه فيها مش محتاج الحب ده، فاوكي سابك عادي. وده بالاخص بيحصل العلاقات الاون والاوف اللي بتلاقي فيها العلاقه مكمله وفجاه علاقه انتهت وبعد كده رجعت كملت وبعد كده انتهت، هو في ايه؟ فبناء عليه سواء كان الاحتمال ده او احتمال ده او احتمالات تانية انا ما ذكرتهاش، لانه ممكن يكون الموضوع ملوش علاقه بيك انت، الموضوع ليه علاقه بالشخص اللي قدامك اللي هو السبب. اغلب الناس للاسف بتبص لذاتها بطريقه سلبيه وكانهم هم سبب البعد ده. كمان ما تحاولش تخليه يبقى موجود في حياتك بالعافيه، سيبه يلف لفته ويرجع لك تاني، وساعتها انت تقرر اذا كنت انت عايز ترجع له تاني ولا لا، واعتبر ان الموضوع في حد ذاته اختبار ليك بيختبر صبرك وثباتك وقوتك في الاوقات الصعبه اللي شبه كده. ومن هنا اقدر اقول لك ان هو لو بيحبك بس قل شغفه تجاهك زي ما ذكرنا في الاول، لما انت تاخد بعضك وتمشي بجد وتكون واثق جدا من نفسك، هيبدا يحس ان هو مفتقدك وان هو عمل كارثه. من الاخر ما تدورش على اسباب منطقيه لبعد حد، الباب اللي يقفل في وشك ما تخبطش عليه تاني، واطلق سراح وسيبه ياخد لفته ويرجع تاني، ساعتها انت اللي هتقرر اذا كنت عايز ترجع ولا لا. لو حابين النوع ده من الفيديوهات اعملوا لي لايك واستنوا الجاي.